اهلا بيكم. لما تروح اي شركه كبيره بتلاقي بعض من المديرين يتكلم عن حاجه اسمها الاس دبليو او تي او السوات اناليسيز. في الحقيقه لما دخلنا في المشاريع الهندسيه ودخلنا في مشاريع البيم سمعنا كمان المصطلح دوت في البي اي ام، ان احنا نقدر نعمل في مشاريع البيم السوات اناليسيز او نطبق السوات اناليسيز على مشاريع البيم. والسوات اناليسيز هي عباره عن 4 كلمات. الاس هي السترينث، والدبليو هي الويكنسز، والاو اللي هي الاوبورتيونيتيز، واخر حاجه اللي هي التي اللي هي الثريتس بتاعتنا او التهديدات بشكل عام. فتعالوا في الفيديو دوت نتكلم عن ازاي نستخدم السوات اناليسيز في البي اي ام وازاي نمانج مشاريع البيم عن طريق السوات اناليسيز. طيب السوات ده ايه؟ السوات دوت زي ما احنا قلنا ان هم عباره عن 4 كلمات. انت من ال4 كلمات دول بتقدر تشوف ازاي تبقى حاطط ورك فلو للشغل بتاعك ايا كان بقى جوه المشاريع الهندسيه او بره المشاريع الهندسيه. هتلاقيه في كل الشركات في حاجه اسمها السوات اناليسيز، بنعملها على البرودكت بتاعنا او بنعملها على المشروع بتاعنا او بنعملها في ترتيب الشركه بتاعتنا. هو حاجه ثابته فعليا وبتحدد منها نقط القوه بتاعتك ونقط الضعف والاوبورتيونيتيز اللي عندك او الفرص اللي عندك. طيب انا بقى كمهندس وفي شركه وعايز ادخل مثلا منظومه البي اي ام عندي في الشركه، او انا عايز اعمل دراسه عن نظام البي اي ام، فانا محتاج ان انا اعمل الاس دبليو او تي اناليسيز على البي اي ام نفسها. يعني اشوف السترينث بتاعت البي اي ام ايه، الويكنسز، وكمان اشوف الاوبورتيونيتي اللي هتدهاني لو دخلت منظومه البي اي ام عندي، واخر حاجه كمان التهديدات لو اشتغلت على منظومه البي اي ام. ناس كتير جدا بتبقى فاكره ان البي اي ام هو كل حاجه فيه كويسه ومفيش اي تهديدات ولا فيه ويكنسز ومفيش اوبورتيونيتيز، كويس من كل النواحي. لكن في الحقيقه الكلام دوت مش منطقي. ازاي هنسقط الكلام دوت على البي اي ام؟ تعالوا نتعرف مع بعض على اول حاجه عندنا وهي السترينث، ازاي ندخلها جوه البي اي ام. البي اي ام في الطبيعي بتاعه وكل الناس عارفه ان هو اقوى حاجه في عمليه الكالبريشن او في عمليه الكوردينيشن ما بين الاقسام. والبي اي ام بيتيح لكل الستيك هولدر بتوعنا ان هم يكونوا بيشاركوا من اول نقطه في المشروع وبيكونوا شايفين الموديل از 3 دي من اول المشروع، ودوت بيسهل عليهم حاجات كتير قوي في الديزاين وفي التعاون ما بينهم وما بين الاقسام وفي تحديد وتقدير التكلفه المبدئيه للمشروع. فدي يمكن من اقوى نقط البيم اللي احنا لما نقرر ان احنا نستخدم منظومه البي اي ام ونكتبها كده في السوات اناليسيز ونكتبها في اول حرف عندنا اللي هو حرف الاس، ان دي من اقوى النقط اللي احنا هنحصل عليها لو بدانا في منظومه البي اي ام. النقطة الثانية في نقط قوة السوات اناليسيز او في نقط البي اي ام كقوة وانت بتكتب وبتعمل الاناليسيز بتاعتك، الانكريز اكيورسي. احنا كويس قوي وعارفين، وده يمكن الماركت قايله لنا، ان انت بتبني موديل كامل والموديل ده بيحتوي على كم من التفاصيل وطبعا بيكون في كم من المعلومات، والمعلومات دي احنا بنكون محددينها طبقا للبروتوكولات بتاعه البي اي ام والعقود بتاعه البي اي ام، ودوت من اقوى الحاجات اللي بتديها لنا البي اي ام. فدي يمكن النقطه الثانيه الاهم في الاناليسيز اللي احنا بنعملها. النقطة الثالثة وهي تحسين العرض بتاع المشروع او تحسين عملية الفيجواليزيشن بتاعة المشروع قدام حتى العميل، ودوت بيدي طبعا قوة بشكل كبير. ده غير كمان انه بيساعد في الماركت. ودلوقتي بقى في حاجه اسمها الفي ار والاي ار، الفيرجوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، ودوت طبعا بيحسن بشكل كبير جدا جوده الاظهار بتاعتنا مع العميل، وكمان بنكون قريبين جدا من الواقع مش زي زمان والطرق التقليديه بتاعه الانظمه الثانيه اللي احنا بنشتغل عليها. النقطة الرابعة improve sustainability. من الحاجات الجميلة قوي في البي اي ام ان هو بيقدر يديك فرايتي كبيرة جدا في ان انت تستخدم ماتيريال معينة تساعدك في انك انت تكون الماتيريال دي صديقة للبيئة، ما بتسيبش بصمة كربون عالية في البيئة، تقدر تحافظ على الماتيريال بتاعتك بشكل كبير، تقدر تستخدم وتبقى قدامك تفاصيل كتير جدا جوه المشروع، وتقدر توفر طاقة بشكل كبير جدا جوه مشاريع البي اي ام، لان في الاخر انت بتعمل تجارب عندك
وبالتالي مع بدايه الديزاين الموديل قدامك كله بالكامل، قادر تكنترول كل الحاجات قدامك، سابق الواقع او سابق اللي هيحصل في الموقع بشهور كبيره جدا، فقادر تخمن وقادر تقرر وقادر تاخد قرارات تفصيليه تفرق جدا معاك وتوفر لك جدا في الطاقه، وتقدر تطلع ان المبنى بتاعك بشكل اقوى من اي مبنى تاني، لان انت قدامك في الاول وفي الاخر صوره متكامله عن اللي هيحصل في الواقع كمان 6-7 شهور او سنه تقديريا يعني. الريديوس كونستراكشن كوست يمكن دي النقطه الخامسه في نقط القوه في استخدامك البي اي ام. كمان انت بتقدر تعرف التكلفه التقديريه للمشروع في البدايه، بتقدر تعرف الماتيريال المستخدمه في البدايه، تقدر تبدل ما بين الماتيريال وما بين بعضها، تقدر تعمل فاليو انجينيرنج بشكل واضح واقوى، تقدر تبقى شايف تعارضات الاقسام مع بعضها، فبالتالي ده بيوفر لك وقت كبير جدا في مرحله التنفيذ، تقدر تبقى شايف حاجات قويه جدا ومعلومات كتيره جدا تقدر تاخد فيها القرار الانسب ومع توفير التكلفه بصوره كبيره جوه منظومه البي اي ام. نروح بقى لحرف الدبليو، الويكنسز. اول حاجه في الويكنسز ان البيم بياخد وقت كبير جدا في التعلم، في تفاصيل كتيره جدا انت عايز تعرفها، لان انت مش بتعمل بس مجرد رسمه، انت بتعمل مبنى بالكامل، فبالتالي محتاج انك انت تبقى عندك خبره كبيره في المجال، وفي نفس الوقت كمان انك انت تبقى قادر وفاهم كويس قوي ان البي اي ام فيه تفاصيل كتير جدا انت محتاج تتعلمها. طب لو انا لسه في بدايه مشواري المهني مثلا، هل انا محتاج ان انا يكون عندي خبره؟ لا، انت محتاج انك انت تتعرف هنا في المرحله دي على برامج البي اي ام وتتقنها، وبرامج البي اي ام فيها تفاصيل كتير جدا، لان البرامج معموله ان هي تحاكي كل اللي بيحصل في الواقع، من ناحيه ان انت هتبني الموديل، ومن ناحيه ان انت هتعمل كوردينيشن، ومن ناحيه ان انت هتخرج لوحات، ومن ناحيه ان انت هتدخل معلومات ثانيه لمثلا الفاسيلتي مانجمنت، ومن ناحيه ان انت هتدخل معلومات لل4 دي وال5 دي، فبالتالي لازم تكون فاهم كويس قوي ان في تفاصيل كتيره جدا. دي يمكن من النقط اللي بتضعف او في ناس كتير جدا مش فاهمه ان هي لازم تتعلم او لازم تدي نفسها وقت في التعلم في مجال البي اي ام. كمان من النقط الثانيه اللي بتواجه الشركات لما تيجي تطبق منظومه البي اي ام، النقطه دي مهمه قوي، ان احنا بنبقى محتاجين ان احنا نغير الاجهزه، ومحتاجين ندي تريننج للافراد عندنا، ومحتاجين ان احنا نستعين ببعض الخبرات في مجال البي اي ام، وحاليا دلوقتي هم ليهم تكلفه اعلى شويه من المهندسين العاديين، فبالتالي هي تكنولوجيا جديدة وبالتالي مكلفة، وتحويل من نظام لنظام فده طبعا مكلف جدا، ودي يمكن من النقط الضعيفة اللي جوه منظومة البي اي ام. ولكن لازم تبص على الاوبورتيونيتي اللي انت هتاخدها، وحجم المشاريع اللي انت هتخش فيه، وحجم التكاليف اللي انت هتوفرها لما تشتغل بالمنظومه دي، فبالتالي دي قدام دي، ولازم تبقى عارف ده كويس قوي. النقطه رقم 3 الليميتد ادوبشن، ان في ناس كتير قوي محدده او في حكومات كتير قوي مش متبنيه فكره البيم ولسه بتشتغل على الانظمه القديمه، وبالتالي علشان تقدر تعرف تطبق منظومه البي اي ام او تقنع العملاء بتوعك بمنظومه البي اي ام وان دي هتوفر، فده بيبقى انت عايز تقول لهم ان ده هيكلفنا شويه، لان طبعا انت عايز تبني اجهزه جديده وعايز تعين ناس جديده وعايز تدي تريننج، فبالتالي دوت بيبقى مكلف شويه، وده السبب اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه من شويه. وكمان العملاء مش عارفين ومش حاسين او مش شايفين على ارض الواقع ان هم بيضيف لهم او شايفين ان دوت بيضيف ليهم او بيوفر لهم فلوس كتير، فده بيسبب مشاكل كتيره جدا. فدي يمكن من النقط الويكنسز اللي موجوده برضو لو بدانا نشتغل بمنظومه البي اي ام. نروح بقى للحرف الثالث وهو الاو، الاوبورتيونيتيز اللي هتديها لنا البي اي ام. طبعا كتير جدا من الشركات ان هم ابتدوا او كتير جدا من الحكومات ابتدت تتبنى بالفعل فكره البي اي ام، وابتدت الشركات تامل في ان هي تخش دوت. ولو انت بتبص لنظره مبعديه عندك في الشركه، فعاجلا او اجلا كل الشركات هتبقى بتشتغل في البي اي ام، فمهم جدا ان انت تبدا تبص للمستقبل وتبدا تبص ان معظم المشاريع ابتدت تتجه للشركات. يمكن لسه في بعض العملاء ما عندهمش الكونسبت بتاع البي اي ام، ولكن في المشاريع الضخمه والكبيره بقى اجباري ان احنا نشتغلها بي اي ام، ان احنا بالفعل لمسنا قد ايه البي اي ام بيوفر لنا في الكوست والتكاليف والتفاصيل كتير جدا، وبيحفظ حقوق ناس كتير جدا جوه منظومه
المشاريع الهندسيه. من النقطه الثانيه الانتجريشن ويز اذر تكنولوجي، فهتلاقي ان البي اي ام بدات تخش في اللي انت ممكن تعمل سيستم للبيت، ومن السيستم للبيت دوت تنقله طبعا على الموبايل، فبالتالي انت محتاج تبقى معاك الموديل 3 دي ومعاك انك انت تقدر تتحكم في كل التفاصيل. كمان دخلت بصوره كبيره مع الباور بي اي مع الاي اي، فبالتالي قدام في هيكون في تعاونات بشكل كبير جدا مع كل التكنولوجي. وفي الاول وفي الاخر لو جيت بصيت على كل حياتنا هي عباره عن مباني ومباني مختلفه بتقدم سيرفيسز مختلفه، فبالتالي هنحاول بقدر الامكان او البي اي ام هيحاول بقدر الامكان ان هو يتشارك مع جميع التكنولوجيز اللي موجوده، لان دوت بقى حاجه اساسيه كل البلاد، فبالتالي هيفرق جدا بصوره كبيره. فبالتالي لازم تبص لده ولازم تتطلع لده، ولازم تفهم كويس قوي ان كل حاجه هتبقى مربوطه بالمبنى هتبقى جايه من منظومه البي اي ام، وانت بتحاول تربطها مع ايا كانت التكنولوجي اللي عندك اللي انت بتحاول تربطها معاها. النقطه الثالثه في الاوبورتيونيتي، لو لاحظنا كده برامج البي اي ام بيحصل فيها تطور بشكل غريب من اول يمكن 2009، ومن اول بدء برامج البي اي ام تبدا في الانتشار كل سنه بيحصل تطور وطفره كبيره جدا في تطورات البرنامج. زي ما شفنا مؤخرا ريفت 24 لما نزل كان في تطور كبير جدا في عمليه السايت، وكمان في نقطه الحديد والشوب دروينج، وفي تطور كبير جدا في كل تفاصيل برامج البي اي ام ان هي تقدر تعمل كل اللي كان بيعملوه المهندسين في ما قبل البي اي ام، ان هو يكون الموضوع اسهل وايسر ليهم. فبالتالي دي نقطه لازم تكون انت شايفها، ولازم تبقى شايف الاوبورتيونيتي دي، لان دي هتفرق جدا معاك في الشركه. لو بدات انت النهارده واستفدت بكل المميزات دي وكنت معاصر كل التطورات اللي بتحصل، ده بيديك ليك اوبورتيونيتي وقوه بشكل كبير جدا في المشاريع الهندسيه. النقطه الاخيره في الاوبورتيونيتي ان هو البي اي ام بدا يتطور في عمليه الكاليبريشن بشكل كبير جدا. شفنا بقى فكره الكلاود الفتره دي او البيم 360 وقد ايه هو بقى بيقرب كل البلاد على بلاتفورم واحده، وبيدي اوبشنز قويه جدا وتطورات بتحصل فظيعه جدا في الكلاود. واللي حابب طبعا يطور من نفسه يلحق يخش على موضوع الكلاود، لان بجد الكلاود دوت هيبقى ده الديفولت. زي فكره الموبايل اول ما نزل كان مجرد موبايل بندوس على شويه ارقام، حاليا دلوقتي بقى في كاميرات، بقى في اشكال منه، بقى في تطورات بتحصل فيه. نفس الكلام كنا الاول بنعمل كاليبريشن عن طريق استخدام شبكه النتورك اللي هي بتكون داخل الشركه، حاليا دلوقتي بقى في الكلاود. بعد كده بيحصل تطور اكتر ان احنا اصلا بنشتغل على الكلاود، بعد كده هيبقى في تطورات اكتر واكتر ان احنا هندخل الاي اي مثلا معانا في مراجعه بعض المشاريع، فما نعرفش التطور هيروح لفين. فالاوبورتيونيتي بتاعتك انك انت لما بتبدا في الحاجه من دلوقتي انك انت بتبقى ملم بكل التفاصيل، بعكس لما تيجي تخش في الحاجه في الوقت الحالي بتبقى حاسس ان في حاجات كتير قوي وتفاصيل كتير قوي انت مش مدركها، فما بتعرفش تطور من مهاراتك بصوره سريعه، ودايما ما بتشوفش بس الابديت. يعني احنا حاليا دلوقتي لما بنيجي نشتغل على برنامج الرافت كل الفكره بمجرد ما بينزل ابديت احنا بس بنعرف الابديت وخلاص على كده، لكن ما بنبداش نذاكر البرنامج من اول وجديد. وهو ده الاوبورتيونيتي اللي انت لازم تجري وراها، لان تطور كبير جدا بيحصل على الكلاود وعلى البلاتفورم اللي بتشيل الكلاود بتاعه المشاريع البي اي ام، وده هيدينا قوه بصوره كبيره جدا في الفتره اللي جايه. واخيرا نروح لاخر حاجه وهي الثريتس، حرف التي والتهديدات اللي ممكن تقابلك في اي مشروع بي اي ام، ومشاكل كتير في مشاريع البي اي ام. تعالى اقول لك عليها، تعالى افهمك لو دخلت منظومه البي اي ام ايه التهديدات اللي هتقابلك، لانها من الحاجات المهمه جدا اللي ناس كتير جدا بتغفل عنها وبتتفاجئ بعد ما تخش جوه منظومه البي اي ام. اول حاجه عندنا في التهديدات الكومبيتيشن، وهي طبعا حاجه متعارف عليها جدا ما بين كل المشاريع وما بين كل المشاريع، مش لازم المشاريع الهندسيه بس، ان دايما في اي حاجه بيبقى فيه كومبيتيشن، وبالتالي منظومه البي اي ام في تزايد بشكل سريع جدا، وده بيدي شركات وبيدي ابيليتي لشركات كتير جدا ان هي تخش جوه المشاريع الهندسيه بمنظومه البي اي ام.
ولازم انت تبدا من دلوقتي علشان تقدر تتميز بشكل او باخر بعد عدد معين من السنين، وبالتالي تقدر يبقى عندك قوه وتقدر تسحب المشاريع دي لصالحك لما يكون في تنافس على مشروع معين ومقدم من اكتر من شركه، وكمان يكون عندك سابقه اعمال كبيره جدا تقدر تديك القوه دي. ولازم تكون فاهم كويس قوي ان البي اي ام عشان هو بيتطور بسرعه، وعلشان في ناس كتير قوي بدات تطلبه، وبالتالي بقى في كومبيتيشن عاليه جدا ما بينك وما بين الشركات التانية. رقم 2 في التهديدات انك انت تخش جوه مشروع بي اي ام او جوه منظومه بي اي ام، او انت قررت انك انت تشتغل جوه منظومه البي اي ام، وتلاقي بعض الشركات اللي انت شغال معاها مش اقوى او مش افضل حاجه في منظومه البي اي ام، فلما يجي يتم المشاركه ما بينك وما بينهم المشروع يحصل فيه اي مشكله، وطبعا في الاخر العميل بيبقى شايف ان انت مثلا اقترحت عليه منظومه البي اي ام وقلت له ان دوت هيوفر لك كتير، ولكن بعض الاقسام الثانيه مش افضل حاجه، فبالتالي بتوقع المشروع او بتوقع قيمه المشروع منك، او بتعطلك او بتعمل لك ديلي في تسليم المشروع بتاعك بشكل او باخر. التهديدات كمان اللي بتحصل في البي اي ام عدم وعي الناس بان البي اي ام بياخد وقت اطول من نظام الكاد، وان البي اي ام في برامج كتير جدا وفي تعاملات كتيره جدا وفي نقل داتا بشكل كبير جدا. لازم من الاول نبقى بنعمل زي ورك شوب علشان ما نقعش في بعض التهديدات دي، لان لو من الاول انت فاكر او المايند سيت بتاعتك ان هو زيه زي سيستم الكاد، ده هيسبب لك مشاكل كتيره جدا جوه المشاريع. واحدة من أكبر المشاكل اللي ممكن تواجهك إنك أنت تيجي في نص المشروع ويحصل دروب مثلا مع الموظفين أو بعض الكوادر اللي عندك يكونوا في الشركة اللي كانوا شايلين المشروع، وأنت ما كنتش عامل سيستم مظبوط جوه الشركات، فيبتدوا ينسحبوا من المشروع أو يبتدوا يشوفوا اوبورتيونيتي تانية. وبالتالي لازم تبقى مقسم ومسيستم الشركة بتاعتك بشكل قوي، وتكون عامل نظام جوه البي اي ام علشان ما يحصلش التهديد دوت جوه اي مشروع من مشاريع البي اي ام. لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان احنا بنعمل السوات اناليسيس دي على اي تكنولوجيا جديده وعلى اي مشروع حتى، ونشوف التهديدات اللي ممكن تحصل. يعني في كل مشروع ممكن تشتغلوا انديفيدوال وتعمل عليه سوات اناليسيس، انا ايه نقط القوه اللي عندي، وايه الاوبورتيونيتي اللي عندي، وايه الويكنسز، وايه السترينث بتاعتي، وانا عندي مثلا عدد قوي جدا من المهندسين ولكن التكنولوجيا عندهم ضعيفه، طب ايه ازاي اعالجها. السوات اناليسيس دي من الحاجات القويه جدا، وفي اي حاجه في حياتك تقدر تطبقها عليها، وتقدر تشوف وتفكر من الاربع كلمات اللي هو السترينث والويكنسز والاوبورتيونيتي والثريتس، من الحاجات القويه اللي لازم تعملها في حياتك وفي اي مشاريع من مشاريع البيم. توفيق ليكم، ولو عايزين تسالوا في اي حاجه سيبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات الجميله دي. توفيق.